الإيقاف التاسع للنادي الزمالك. فيفا يعلن توقيع عقوبة إيقاف قيد لمدة 3 فترات على الزمالك. حسام عبد المجيد مدافع الزمالك كان أفضل لاعب مع منتخب مصر رغم الخسارة من السنغال من وجهة نظري. بيراميدز يحسم الجدل بشأن حقيقة التعاقد مع بنتايج وديانج. ليست هناك أي نوايا للتعاقد النادي مع بنتايج، كما أشار إلى رغبته في منح فرصة للاعبين جدد مثل مهند لاشين ومصطفى فتحي. بهدف خوان بزيرا وأحمد شريف، الزمالك ينجح في الفوز على المصري بسكواد نصفه ناشئين، وفاز الزمالك 2-0 في بطولة كأس عاصمة مصر. موعد مباراة الزمالك القادمة أمام المصري في الكونفدرالية إن شاء الله يوم 25/1/2026 من الشهر الجاري في تمام الساعة 9 مساء على استاد الجيش ببرج العرب. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تصلي على النبي في تعليق وتعمل لايك ومتابعة، والسلام عليكم.